السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد دائما في قناة سميرة شعيب. كنتمنى لا فيديو يوصلكم ويلقاكم بخير وعلى خير. البنات كنتمنى تكونوا كاملين مرتاحين وبخير، وكنعتذر على هذا الغياب لمدة طويلة، كانت عندي شي ظروف كنعتذر. المهم البنات اليوم غنشارك معكم واحد الغديوة سهلة بسيطة اقتصادية كتوجد بسرعة. قبل ما نشارك معكم هاد الغديوة او هاد الاقتراح ديال اليوم، كما كتشوفوا معايا في بدايه الفيديو، هذا خبز الطوست اللي كانوا طلبوني عليه البنات شحال هادي وما كنتش نزلته. كان عندي فيديو قديم في القناه ديالي، غادي نخلي لكم الرابط تحت صندوق الوصف، غتلقاو تما الرابط وغتدخلوا ليه. هاد الخبز ديال الطوست ناجح 100%، تنتمنى يعجبكم وتديروا هكا لوليداتكم، اكيد غادي يبغيوه هكا المدرسه. اليوم غنشارك معكم البنات واحد الوجبه ديال الغداء اللي سهله وبسيطه، واخا نقول لكم اقتصاديه، حتى حاجه ما بقات اقتصاديه مع هذا الغلاء اللي ولا نقول لكم، واحد الغلاء اللي صراحه الله يهديهم علينا. الخضره ولات غاليه بزاف، القرعه ولات 20 درهم، بطاطا ولات 300، خيزو 10 دراهم. انا كنت نعقل على خيزو كان تيدير غير 2 دراهم حتى لدرهم، وكان تيجينا غالي. المهم اليوم نشارك معكم كما قلت لكم غديوه اقتصاديه كتجي لذيذه سهله بسيطه. عندنا هنايا بطاطا، كيلو ديال البطاطا اللي غسلتها وقطعتها مكعبات كبيره على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. من الاحسن تكون بطاطا مزيانه، ماشي هذيك اللي كتفرتت، هذيك اللي كتكون جديده. خذوا ديك البطاطا القديمه اللي كتكون زوينه شاده في راسها. وعندنا هنا 4 ديال الجزرات من الحجم الكبير مقطعاهم على شكل رونديلات، بطبيعه الحال راه كلشي مغسول ومنقي ومفروك. غنحتاجو هنا واحد البصله متوسطه مقطعه على شكل هلالات او شنائف على هذا الشكل هذا. بصله متوسطه، والبصله كتبقى اختياري، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش يبقى لكم الاختيار. انا كنفضل ندير البصله لان البصله كتعجبني بزاف. عندنا هنايا قزبر ومعدنوس، تقريبا واحد 2 المعالق ديال قزبر ومعدنوس. عندنا هنا 4 ديال الفصوص او 6 الفصوص الثومه، حيت انا كتعجبني الثومه. عندي هنا لاصوص ديال المطيشه، انا درت هذيك اولا ولا درت انايا حيت ما عنديش مطيشه. كانت عندكم مطيشه حكوا 2 مطيشات، ومن الاحسن ديروا هاد لاصوص كتجي زوينه. واللي بغى يدير مطيشه كيبقى الاختيار ليكم، ديروا 2 مطيشات محكوكين. بالنسبه للحامض، انا عندي هنا حامضه قطعتها على هذا الشكل، قطعتها على 4 ديال الطريفات و2 مزاود ديال الفله حاره. بالنسبه للعطريه عندي الملحه كتبقى حسب الذوق، سكينجبير معلقه صغيره، والقزبر مطحون معلقه صغيره، شويه ديال الابزار. البزار ما نكتروش باش ما يجيناش حار، ومعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم البلدي اللي مدقوق. والزيتون تيبقى اختياري، هو اللي تزيين حتى هو كيجي عاطي منظر زوين، وكيجي لذيذ في هذا الطويجين هذا او في هذه الغديوه هذه. غادي ناخذ واحد الطنجره كيما حبيتو، طاجين طنجره، انا درت هاد الطنجره هذه. هنا غادي نخلط فيها، ومن بعد هذا نعاود انتم غتشوفوا معايا كلشي في الفيديو. غادي ناخذ لاصوص وغنضيف له العطريه اللي سبق ليا وقلت لكم، كمون، قزبر، بزار، خرقوم، الملحه كتبقى حسب الذوق، وسكينجبير. غادي نضيفوه لهاد لاصوص. بالنسبه لاصوص درت انا هذيك ديال 5 دراهم هي اللي درت، وقزبر ومعدنوس مقطعين صغار، والثومه درت 6 الفصوصه، تقدروا ديروا 4 الفصوصه ماشي مشكل لان الثومه كتعجبني. صافي كنخلطوهم، وغادي نزيدوا واحد تقريبا ربع كاس ديال الزيت. كانت عندكم الزيت بلديه ديروها من الاحسن، ما كانش عندهم ماشي مشكله. المهم الا كانت يعجبكم الزيت البلديه ديروها، انا ما كانش عندي درت غير الزيت العاديه. وغادي نخلطوا لاصوص ديالنا مع العطريه وقزبر معدنوس والثومه، نخلطوها مزيان مزيان على هذا الشكل حتى يندمجوا المقادير او المكونات مع بعضياتهم. من بعد ما وجدت لنا لاصوص، ندوزو نخلطو دابا البطاطا مع خيزو. بالنسبه للبطاطا وخيزو هادو اختياري، يعني الا بغيتو ديروا اي خضره ممكن ديروا البطاطا والفلافل الصفراء، الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، ممكن ديروا الكورجيت، ممكن ديروا اي حاجه. انا كيعجبني خيزو، كيعجبني البطاطا، كيجيو مع بعضياتهم مواتين. بغيتو تزيدوا معاهم الفله راه ممكن. المهم هاد الغديوه اقتصاديه، رغم ان كما قلت لكم راه الخضر راهما غاليين، ولكن ما عندنا ما نديروا، ضروري خصنا ما عندنا ما نديروا، غادي ناكلوا، خصنا ناكلوا. المهم راه هذه اقتصاديه، ما فيها لا دجاج لا لحم لا حتى حاجه زايده. صافي من بعد فاش خلطت الخضر ديالي مزيان تلبسوا لي بداك لاصوص، غادي نخدم في نفس الطنجره.
نتوما ديروا واحد البول وخدموا فيه. انا درت فيها الطنجره، ما بغيتش نبقى نكثر المواعن. صافي في نفس البول اللي خلطت فيه البطاطا وخيزو غادي نخلط فيه ديك البصيله باش تلبسها، باش شويه ديال العطريه اللي بقات في ديك الطنيجره نخلطها مزيان ونحاول نحلها ونستفها على هذا الشكل هذا. يعني تستف ديك الطنجره مزيان كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. وغادي نستف الخضار ديالي اللي هي البطاطا وخيزو. وراه هاد الغديوه ما نقول لكمش البنات راه كتجي رائعه، راه واحد اللذه اللي فيها. ما المهم جربوها وردوا عليا الخبار. وما تنساونيش البنات، راني كنت غابره بزاف على القناه ديالي، ما تنساونيش في واحد اللايك تكون زوينه من عندكم. واللي اول مره دخلت لقناتي مرحبا بك اختي والف مرحبا، وما تنسايش تشتركي وتخلي واحد التعليق زوين بحالك وبحالكم البنات. والبنات اللي معايا قدام في القناه شكرا لكم وشكرا بزاف للتعاون ديالكم. رغم انني ما كنحطش فيديوهات، ولكن راه عندي الفيديوهات كيتشاهدوا من طرف الصديقات ديالي والمشاهدين ديالي اللي عندي قدام في القناه. شكرا لكم بزاف بزاف. ونكملوا لا فيديو ديالنا. كما شفتوا بالنسبه للتزيين كندير الحامض مصير على هذا الشكل، كنحط كل وحده في يعني وحده في هاد اليمين وحده في اليسار، يعني على الشكل اللي بغيتو. وكنزين بالزيتون وكنزين بالمزاود ديال الحار. بعض المرات راه التعبير كيمشي صافي، حيت شحال هادي ما نزلش الفيديوهات بحال عاد بديت من الاول وجديد. صافي كندير غير واحد شويه ديال الماء لانني غنطيبها على نار مهيله، ما كاينش لاش نديروا الماء كثير. بغيتو ديروها في الفران راه ممكن تدخلوها الفران بلا ما ديروها في البوطه. انا غنديرها في البوطه وغادي نديرها على نار مهيله. غادي نغطيها بهذا الورق اللي خاص بالمطبخ. وهنا جاني كبير غادي نحاول نقطعه من الجوانب. وكما شفتوا معايا الماء غير واحد شويه، واحد ربع الكاس ديال الماء. والبوطه راه تكون ناقصه بزاف، خليوها فتيله حتى طيب على راحتها، لاننا دايرين الماء قليل. وطيب على تطيب على نار مهيله كتجي احسن. ولكن نتو بغيتو تدخلوها الفران راه ممكن طيب في الفران ماشي مشكله. المهم من بعد ما طابت الغديوه ديالنا ها نتوما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا. نحيد هذا الورق باش تشوفوا معايا مزيان. هذا الورق كينزل هذاك الصهد لدوك الخضر، حيت انا راه ناقصه البوطه وكطيب كامله، يعني ديك البخار كامل وديك الحراره كتدور في ديك الخضر. كتجي على هذا الشكل وكنقدمها مع الخبز. ولا كان عندكم عصير متوفر ممكن تقدموا مع عصير الليمون ولا عصير حامض، كتجي لذيذه. وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. وما تنساونيش البنات في اللايكات وشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب. وشكرا كاع البنات اللي في قناتي، وبسلام عليكم، تنتلاقاو في فيديو